السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. بالتحديد سنه 2008 كان عندي 8 سنين، كانت اول مباراه ليا اشجع فيها الاهلي. فقال لي انت جاي تشجع الاهلي؟ قلت له انا عايز اشوف الاهلي وكده. كنت راجع من المدرسه فبسال على ابويا، متعود ان انا لما ارجع من المدرسه اشوف ابويا. عرفت ان هو في القهوه بيتفرج على ماتش الاهلي في كاس العالم للانديه. رحت له القهوه، قعدت جنبه، واخدني جنبه كده وجاب لي حاجه ساعه انا فاكرها. فقال لي انت جاي تشجع الاهلي؟ قلت له انا عايز اشوف الاهلي وكده. فكانت اول مره في حياتي اتفرج على المباراه للاهلي. المباراه ديت كانت ما بين النادي الاهلي واوكلاند سيتي. انا فاكر احنا كسبنا المباراه ديت 2-0 بجون ابو تريكه. تناصلت من لاعب لوبيز، اوصل ناحيه الشمال ابو تريكه، الهجمه السريعه محمد ابو تريكه، ابو تريكه منتهى الخطوره، هوبا جوه الجول، جوه الجول، ولعوها شعللوها وجون فيلافيو. ابو تريكه لمسه حلوه سحريه منتهى الخطوره، محمد بركات، هوبا حلوه والجمله جميله. من بعدها جه هنا بقى تشجيعي للنادي الاهلي من 2008 لحد اللحظه ديت، وانا بشجع النادي الاهلي طول حياتي. من بعدها بقى عرفت ابو تريكه، فبسال ابويا مين ابو تريكه ده؟ قال لي بقى، قعد حكالي. انا بالنسبه لي ابويا اجمد مشجع واكتر واحد شفته بيحب الاهلي في حياتي. من يوم حافظ تاريخ النادي، من يوم ما النادي اتنشأ 1907 لحد اللحظه ديت، مفيش حافظ التاريخ اكتر من النادي نفسه، اكتر من الكتاب. لو جبت كتاب تاريخ الاهلي ابويا حافظ اكتر من الكتاب دوت. فمن ما سالته عن ابو تريكه قال لي لعيب جامد جدا، لعيب ساحر. جيت بقى اول مره اشتري في حياتي اشتريت تيشيرت ابو تريكه، بس كان ابيض ما كانش احمر، كان تيشيرت وشورت، كنت جايبه ب7 جنيه تقريبا. كانوا 7 جنيه دول بالنسبه لي في 2008 حاجه كبيره جدا، كطفل عنده 8 سنين كانوا كتير جدا. اصلا انا كنت باخد نص جنيه مصروفي يعني. فمن هنا بقى جه حبي لابو تريكه وتشجيعي للنادي الاهلي من 2008 لحد دلوقتي، وانا مشجع جامد جدا. انا بالنسبه لي الاهلي قصه حب ما تتذكر في التاريخ، في تاريخ الحبيبه. انا بغير على النادي الاهلي، زي عارف لما تكون بتغير على حبيبك ومش عايز حد تاني يشوفه او حد تاني يحبه غيرك. هي كده كان بالنسبه لي النادي الاهلي كده. ففكره ان احنا نشجع الاهلي في كاس العالم دي حاجه، احنا لو الاهلي بيلعب مباراه وديه طبعا بنشجعه. وانا دايما مش بقول اللي بيروحوا الاستاد او اللي في المدرجات هم دايما اللي بيشجعوا الاهلي. احنا بنشجع الاهلي بقلبنا في اي مكان، من ورا الشاشات، في الشارع، في القهاوي، في الاستاد، في اي مكان احنا بنشجع الاهلي وبنحب الاهلي. فاحنا دايما ورا الاهلي في اي مكان، في اي بطوله بيلعبها، لو مباراه وديه زي ما بقول. فاتمنى ان الاهلي ان شاء الله يشرفنا ويشرف المصريين كلهم. حتى لو المصريين في ناس كتير مش هتشجع الاهلي في البطوله، اللي هم بيشجعوش النادي الاهلي بيشجعوا انديه تانية. فالاهلي بيشرف البلد، بيشرف مصر. وطبعا شفنا اعلاميين كتير طلع بتشيرت الاهلي بتظهر وبتاع، عشان عارفه حجم الشعبيه اللي النادي الاهلي بيملكها، يعني الجماهير بتاعته. فانت بتلعب دلوقتي على عواطف الناس وتلم الناس والكلام ده كله. بس لا، احنا من غير محتوى، من غير فيديوهات، من غير اي حاجه بنشجع النادي الاهلي من كل مكان. فاتمنى ان النادي الاهلي يشرفنا. دي تبقى الافتتاحيه لبطوله تليق بينا في كاس العالم للانديه الكبار. اول مره مشاركه، اول مره الفريق مصري يشارك في البطوله، وان انت بتفتتح البطوله قدام العالم كله، فدي حاجه بتشرفنا احنا.
وطبعا اللعيبه والكلام ده كله احنا اتكلمنا في فيديوهات كتير عن الاداء الفني للعيبه وعن التحركات وعن الفكر المدرب والتكتيك وكل السيستم اللي المدرب هيلعب بيه في المباراه الافتتاحيه قدام انتر ميامي. فكل ده اتكلمنا فيه. انا دلوقتي بتكلم في ازاي احنا كمشجعين، بقى الفيديو للمشجعين مشجعين النادي الاهلي، ازاي ان احنا ندعم فريقنا من غير ما نكون في المدرج في امريكا. هيجي علينا ماتشات ممكن ما يبقاش في ناس في المدرج كتير من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي اكيد اللعيبه بتفتح السوشيال ميديا. ممكن هو ناس كتير حصل لها احباط بسبب المباراه الاخيره بتاعت باتشوكا. لا دي مش مقياس، انت غيرت الفرقتين وفي الشوط الثاني اعتقد ان الاهلي كان كويس، انت خسرت بالضربات الجزاء ودي مش محسوبه اصلا، هي مش بطوله، ده مباراه وديه. ودايما المباريات الوديه ما تحكمش على اللعيبه فيها، انت بتجرب احسن حاجه وبتشوف اللعيبه اللي تليق بالمباراه. اتمنى ان الاهلي يفوز طبعا، بس لا قدر الله لو حصل غير كده يعني المفروض ان الجمهور ما يزيدش على السوشيال ميديا عشان كل ده بيوصل للعيبه. انت لسه قدامك فرصه، يعني انت ممكن لا قدر الله تتعادل قدام انتر ميامي في المباراه الافتتاحيه، ممكن تخسر، فيعني وارد ان انت ما تبقاش في حالتك في المباراه ديت، مع الضغط الاعلامي مع الضغط الجماهيري مع المباراه الافتتاحيه فيها حاجات كتير بتدور في ذهن اللعيبه. انت متخيل يعني ايه بطوله فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وكل الانديه ديت، انت النادي الاهلي بتفتتح البطوله مليانه او فيها كم الانديه ديت، فده كله بيدور في ذهن اللعيبه. وارد ان يحصل اي تعثر في المباراه الاولى، مش نهايه العالم. انا بتكلم في الكلام ده قبل المباراه عشان بحيث ان يعني الفيديو للجمهور زي ما قلت، بحيث لو لا قدر الله حصل اي حاجه ما تاثرش على اللعيبه. لسه معانا مباراتين كمان ان شاء الله، يعني لو حصل اي حاجه ان شاء الله مش هيحصل، يعني انا يعني مش بفول ولا بتمنى الأسوأ، ان شاء الله نكسب باذن الله. بس انا بقول لو حصل ما نحاولش نهدم، نحاول نشجع اللعيبه طول الوقت ونوصل دور ال16 ونشجع اكتر لحد ما نوصل لابعد مكان في البطوله. يعني انا متفائل جدا بالبطوله ديت، ان شاء الله الاهلي هيشرفنا وهيعمل حاجه تليق بينا وتليق باسم الاهلي وتليق بالجماهير المصريه كلها وان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس. مش بعيد على ربنا، يعني على راي قفشه هم لعيبه واحنا لعيبه. يعني انا مبسوط جدا ان انا بوصل احساسي او حب للاهلي في الفيديوهات بتاعتي، ودي حاجه يعني انا ما اقدرش اوصف حب للاهلي. يعني شكرا.